سيداتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من قناة تن، وعلى الهواء مباشرة ننقل لكم السوبر الرابع في تاريخ الكرة المصرية، هذه المرة على أرض عربية عزيزة على كل مصري وكل عربي، على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. لقاء القمة بين الزعيمين. الزمالك يقال أولا باعتباره بطلا للدوري والكأس أمام الأهلي الكبير، حتى ولو كان جريحا لبعض الوقت، ولكنه مؤكد سيتعافى ويتشافى ويعود عملاقا كما كان. لا أقصد في هذه المباراة تحديدا، ولكن أقصد بشكل عام بعض الدخلات الجميلة للجماهير الزملكاوية وعلم نادي الزمالك، وفي المقابل أيضا صحبة الورد الحمراء الجميلة الأهلي. استاد روعة 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 روعة، وتنظيم أكثر من رائع، والآلاف تحتشد في هذا الاستاد الكبير، ومصافحة للفريقين. نادي الزمالك تشكيله اليوم ولقطة روعة 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 روعة، وأرى في خلفية الصورة السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، كليهما يصافح اللاعبين، وهو المطلوب التآخي بين الكبيرين، بين الزمالك والأهلي. هذا التآخي الذي نسعى دوما إليه كإعلام، ونتمنى أن ينتقل بسرعة إلى قلوب وعقول الملايين الذين عليهم أن يدركوا ويعرفوا تماما أن الأهلي والزمالك، الزمالك والأهلي جميعا أشقاء، نتنافس بقوة ونتنافس بمنتهى المصداقية والموضوعية على أرض الملعب، ولكن في النهاية نبقى جميعا أصدقاء بعد أن يطلق الحكم صفارة النهاية. اليوم النهاية إما بيضاء وإما حمراء، ولا وجود لكلمة التعادل في هذا اللقاء. 90 دقيقة من الأداء بإذن الله الشيق الممتع بين الكبيرين. إذا فاز أحدهما مليون مبروك، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل سنذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. عيد كروي رائع 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 في الإمارات، والله زمان زمان والله على هذه الجماهير الجميلة اللي أنا وأنا بتكلم دلوقتي وعارف إن الملايين بيسمعوني، وأيضا المسؤولين الكبار. نحن نطلب عودة الجماهير بوضع رائع بإذن الله، وإن شاء الله بكل الضوابط المطلوبة تعود الجماهير إلى المدرجات، لأنها روح المباريات. المدرجات أسست للجماهير، وكرة القدم قننت وشرعت من أجل الجماهير. ومن هنا وفي هذا اليوم الرائع وفي هذا السوبر المرتقب ننتظر جميعا بإذن الله عودة الجماهير. السلام الوطني.
كان السلام الأول هو قطعا لجمهورية مصر العربية، والسلام الثاني هو لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق. تشكيل نادي الزمالك أمام حضراتكم. يبدأ في حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد توفيق، أحمد ويدار، علي جبر، حمادة طلبة، عمر جابر، طارق حامد، محمد إبراهيم، معروف يوسف، ومعهم كهربا في منطقة الوسط، وفي الأمام باسم مرسي. هذا هو تشكيل الزمالك. الأهلي شريف إكرامي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد فتحي، أحمد حجازي، رامي ربيعة، صبري رحيل. وسط الملعب رمضان صبحي، حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد، ومعهما وليد سليمان، وفي الأمام ملك إيفونا. هذا هو تشكيل الزمالك والنادي الأهلي. البدلاء لنادي الزمالك: محمد أبو جبل، محمد كوفي، أيمن حفني، إبراهيم صلاح، أحمد حسن مكي، محمد عادل جمعة، ومصطفى فتحي. بدلاء النادي الأهلي: أحمد عادل، عمرو جمال، مؤمن زكريا، حسين السيد، عماد متعب، جون أنطوي، ومحمد نجيب. بكده نادي الزمالك خرج من حساباته جنش وإسلام جمال وأحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق، بينما النادي الأهلي خرج من حساباته في هذه المباراة أحمد الشيخ، محمد حمدي زكي، سعد الدين سمير، مسعد عوض، وأحمد عبد الظاهر، بالإضافة للمصاب شريف حازم. ثواني وينطلق السوبر الرابع. هذه المباراة المرتقبة الملايين في الوطن العربي كله وأيضا في العالم كله من الدول العربية الشقيقة ومن مصر يتابعون في هذه اللحظات هذه المباراة. طاقم التحكيم كارلوس كاربيلو وهو الأسباني، ومعه مواطنيه روبرتو ألونسو، جان كارلوس، وحكم رابع كارلوس ديليسيرو. تحفة معمارية، تحفة معمارية نشاهدها الآن من دولة الإمارات. الجماهير المصرية والعربية تحتشد في هذا الاستاد الكبير. اختار كده وبقى نادي الزمالك على شمالنا والنادي الأهلي على يميننا. نادي الزمالك بطاقمه الكامل لأنه هو صاحب الأرض، النادي الأهلي بالتيشيرت الأحمر والجورب الأحمر، بينما بالشورت الأزرق. ثواني ويطلق كارلوس كاربالو صفارة بداية المباراة. يا سلام على السبايدر، يا سلام على الكاميرا السبايدر الجميلة. عقبال عندنا وبدأت المباراة. خلفية لحمادة طلب على وسط الملعب، نقلة والتانية المعروف يوسف الشمال، طويلة في اتجاه باسم مرسي ولكن على طول رامي ربيعة، وتبقى أول رمية تماس في المباراة لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. مباراة عصيبة للغاية، مؤكد فيريرا يفكر بعمق، يلتقي أمام الكبير النادي الأهلي ويرغب في الحصد الآخر لبطولة ثالثة، بينما النادي الأهلي يريد قطعا أن ينتفض وتسديده لكن خارج المرمى من محمد إبراهيم في أول إطلالة له بعد غياب طويل. ومفاجأة في التشكيل، كتير قوي ما كانش متوقع محمد إبراهيم في التشكيل. أيضا اتقال لغاية امبارح إن هو مصاب وخارج الحسابات، ولكن دائما هي بعض خداعات المدربين في لقاء القمة. من ناحية الشمال لما في اتجاه صبري رحيل، نقلة على وسط الملعب سام عاشور، رامي ربيع، أرضية ملعب وجميل جدا جدا أرضيته. وليد سليمان عايز يلعبها ما تتظبطش معاه في اتجاه مليك إيفونا، ترجع عالية مرة تانية على وسط الملعب، يلم يا ولد يا لعيب كده، نازل لتحت كده رمضان صبحي يلعبها على طول. صبري رحيل في الشمال، استلام وداخل لجوه عبد الله، واحده طويله خطيره جدا في اتجاه مليك ايفونا، لكن ارتقاء روعه من حماده طلبه المعروف يوسف. ايضا احد المفاجآت الاخرى
فيريرا النهارده غايب اديله فتره معروف، لكن وفقا للي قدامي انه فيريرا عامل كده تشكيل شكله الى حد ما دفاعي الى حد ما، لكن هيبان ارتقاء من رامي ربيعه وباسم مرسي على طول، وصفاره من كارلوس كاربالو، وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. معروف ارضيه مقطوعه على وسط الملعب، لكن كالعاده كهربا عايز يرقص ويعدي ياخد فاول النادي الاهلي، وضربه حره لصالح وليد سليمان من ناحيه اليمين. حماده طلبه واخد الكره كده في ايده، تعليمات سريعه من كارلوس كاربالو. عبد العزيز عبد الشافي والمهمه المؤقته، الله يكون في عونه. الحقيقه مباراه واحده، ولكنها مباراه تاتي في توقيت صعب جدا جدا للنادي الاهلي، لكنها تبقى دائما كره القدم يا جماعه. احمد حجازي الوافد الجديد من الكره الطلياني الى الكره المصريه، وكان طبعا في الوسط الاسماعيلي الكبير، ورمي التماس من ناحيه الشمال، واول اصابه كده سليمه ان شاء الله. علي جبر في اشتراك في منتهى القوه مع عبد الله السعيد، لكن عبد الله الحقيقه ما ارتكبش اي خطا في الكره اللي فاتت. علي جبر طالع وراكب الحكايه كلها زي الحصان، لكن يقع على الارض ويمسك رجله، وارتقاء روعه. دي صوره فوتوغرافيا تتحط في صدر صفحه رياضيه. ضربه حره وعلي جبر سليمه ان شاء الله. جماهير الزمالك قدامكم ناحيه اليمين، وجماهير الاهلي الناحيه الثانيه، والاشارات على طول واشارات النصر. كره القدم، كره القدم يا جماعه، كره القدم تحيي النفوس والارواح. كره القدم هي دائما اكسير الحياه لكل الشعوب. الف سلام عليك يا علي يا جبر. معرفش طبعا يعني اللقطه ما بانتش بالنسبه لنا ان كان في اي حاجه من عبد الله سعيد، لكن هو وقع شكله كده على الانكل، هو طالع لفوق، عبد الله تحت خالص. الانكل ايوه الانكل التانى سليمه ان شاء الله. اسبراي ويشتغل على طول. ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. محمد ابراهيم شايفينه في منطقه الجزاء، بما يعني ان فيريرا النهارده ما بيديش اي فرصه على الاطلاق للاعب يبقى في المنطقه الاماميه باستمرار. واضح زي ما قلت لحضراتكم وجود طارق حامد ومعروف يوسف وعمر جابر في منطقة وسط الملعب، ده محاولة لتجميد الأداء على الأقل في البدايات. طويلة وعالية، لمسة لكن فاول. واضح كده إن الأسباني مش هيفوت الهوى، ويعني يعلم هو طبعا حساسية المباراة وشعبية الفريقين الكبيرين، ومن هنا لكم أن تتوقعوا أن أي لمسة وأي همسة وملعبوا فيها ثقة عالية. نادي الزمالك زي ما أنا قلت عايز يجمد اللعب مؤقتا في منطقة وسط الملعب، يعني احتراز من هجمات وليد سليمان، انطلاقات رمضان صبحي، إبداعات مالك إيفونا. هنشوف. ضربة حرة مباشرة، والجماهير لا تتوقف على الإطلاق هنا وهناك، ولكن ما نسمعه الآن هو هدير جماهير النادي الأهلي، وهناك حالة صمت في جماهير نادي الزمالك مع أول هجمة للزمالك. هيتحول الأمر، وهي جماليات وحلاوة لقاءات القمة. أحمد الشناوي طويلة وعالي، حجازي على طول ناحية الشمال أطول من اللازم. رمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين. الرقابة كده قدامنا حجازي مع باسم مرسي. طبعا فيما يتعلق بطول القامة حجازي معديه بربع متر أو تزيد، عشان كده أتصور باسم مرسي لازم يتلعب له كور لتحت شوية. العالي هيبقى لحجازي، ده مؤكد لفارق طول والقامة. حجازي طويلة بثقة ناحية الشمال، استلام على وسط الملعب حسام عاشور وجنبه حسام غالي. يفضل يلعب طويلة ناحية اليمين، استلام حلو قوي من أحمد فتحي، يحطها ناحية اليمين، عايز يعدي مالك إيفونا، عدى ومعاه سابها وطولت يحاول، لكن معروف يوسف يا ولد لعيب، وتطلع وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. الجماهير يا جماعة كل واحد داخل الملعب بيعتبر نفسه إن هو اللي بيلعب النهاردة، ولو حد جاب جون هتلاقيه بيرفع ايده بقوة كما لو كان هو احرز الجون. دي
جماليات لعبة كرة القدم. المشجع ينتصر بشخصه عندما ينتصر فريقه. هذه هي كرة القدم. فريرة ومتابعة دقيقة. عبد العزيز عبد الشافي ومأمورية قاسية جدا جدا جدا. جابوه من الدار للنار زي ما بيقولوا، من عمل إداري مدار سنوات إلى عمل فني في مباراة صعبة جدا جدا جدا. لوم من محمد إبراهيم لطارق حامد، كان عايز الكرة لتحت شوية. وسام عاشور يرجع لورا، نقلة والتانية للنادي الأهلي اللي متماسك في وسط الملعب بشكل أفضل نسبيا من نادي الزمالك. استلام مرة تانية لحسام عاشور، شمال صبري رحيل أطول من اللازم، ورمي التماس برضو رمضان صبحي نفس الحكاية، بيقول له العب لي لتحت شوية وعلى الأرض، بلاش الكور المعقربة دي. يعني فترة جس النبض وعدم الأداء الجمالي عادة بتبقى في بدايات هذه المباريات. معروف لما مضغوط عليه من رامي ربيعة على وسط الملعب طارق حامد، في الشمال حمادة طلبة، يا ولد يا لعيب، عمل كده بجسمه حلو قوي. معروف يوسف عايز يلعب واحدة عرضية، باسم مرسي وتدخل في منتهى القوة أطول من لازم. حسام غالي رمي التماس لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. رامي ربيعة بيتكلم مع الحكم وبيقول له أنا ما عملتش حاجة، أنا لعبت على الكورة. وداخل باسم مرسي. هنشوف حكايات بين رامي ربيعة وباسم مرسي. هنا كارلوس كاربالو بيتكلم مع رامي ربيعة وباسم بيعتذر له بالشياكة، حاجة جميلة جدا. ويستأنف على طول اللقاء. رمي التماس لحمادة طلبة من ناحية الشمال. حمادة طلبة يلعبها طويلة ناحية الشمال، عايز يلم كهربا ويعدي، يا ولد يا لعيب، عدى ولما مرة تانية بكعبه، لكن تطول الكرة، يحسبها الحكم فاول، وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك من ناحية الشمال. 11 مع 11 الاثنين حوار. وليد سليمان 11 أهلي، محمود كهربا 11 زمالك. الاثنين حريفة والاثنين لعيبة والاثنين هيجهدوا قوي اللي بيلعب قدامهم. عمر جابر هيلعب بيمينه من ناحية الشمال عشان تلف جوه ال 18. عرضية خطيرة وهوبا من القلب مرة تانية ولما، لكن على طول يضغط وتتلعب ناحية اليمين مرة تانية. فاتح ناحية اليمين أحمد توفيق ما تروحلوش، لكن ترقيصة جميلة جدا، يا ولد يا لعيب يا محمد إبراهيم، لكن تطول من محمد إبراهيم، تروح مرة تانية في الشمال. رمضان صبحي داخل رمضان ومعدي رمضان على وسط الملعب، عرضية ناحية اليمين، نقلة والتانية صغيرة توصل لأحمد فتحي، بيقرب له حسام غالي عايز يستلم. مش لازم حسام يستلم كل كرة، لكن هو راجع عطشان. أرضية جميلة جدا، نقلة صغيرة لإيفونا، خطيرة وهوبو، عالية من عبد الله السعيد كده وانتو صغير، لكن عالية تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. اللقاء بادي متوتر ليه؟ الزمالك معاه بطولتين وداخل يعلم ان هزيمته النهارده برغم ان معاه بطولتين تعكر صف الانجازات. النادي الاهلي داخل النهارده ويعلم انه لو ما اخدش البطوله دي هيبقى في كلام تاني خالص. عشان كده اللقاء ما زال حتى هذه اللحظه متوتر ولم ينفك بشكل يليق باسماء اللاعبين على ارضيه الملعب. رامي التماس من ناحيه الشمال حمادة طلبة يلعبها صغيرة لكن ما تتظبطش معاه، عالية في اتكاء ايفونا، داخل بمنتهى القوة علي جبر يلعب كورته. في اليمين محمد ابراهيم، نقلة صغيرة لأحمد توفيق، انطلاقة من أحمد توفيق وعايز يعدي بقوته، تدخل أحمد حجازي على وسط الملعب. طارق حامد مرة تانية المتألق وخطيرة جدا، وباسم مرسي وهوبو، لكن في تسلل وضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الأهلي. فعلا متسلل، يا سلام على الأسباني، صح. ادي الزملكاوية والناحية التانية الأهلاوية، والليلة هتبقى ليلة مهلبية إن شاء الله، مهلبية حلوة ككرة قدم،
مين يكسب ما تفرقش بقى بالنسبه لنا احنا كجماهير ومعلقين والحكايه والروايه، المهم نتمتع وان شاء الله هنتمتع. نقله والتانيه صغيره توصل لاحمد حجازي، عايز يلعب واحده طويله يلعبها ارضيه صغيره على وسط الملعب مقطوعه لنادي الزمالك، ضغط حلو قوي قوي على وسط الملعب. محمد ابراهيم، طارق حامد يفتح في اتجاه معروف يوسف يا ولد يا لعيب، في الشمال لكهربا المزعج جدا، كهربا ارضيه حلوه قوي قوي، خطيره خطيره، يلم محمد ابراهيم وعايز ينقل ومعروف وهوبو عاليه عاليه عاليه. لكن بدا نادي الزمالك يغزو المنطقه الهجوميه وبدا يتماسك بقوه، انطلاقات معروف من ناحيه الشمال، تسليكات محمد ابراهيم امام منطقه جزاء النادي الاهلي هتتعب الديفنس جدا جدا جدا. لسه النادي الاهلي ما شفناش هجمات منظمه امام منطقه جزاء الزمالك، لكن الزمالك في الثلاث اربع دقائق الاخيره دي بانت خطورته امام منطقه جزاء الاهلي بشكل في نظام افضل هجوميا. نقله والثانيه في اليمين تجاه احمد فتحي، عايز يلعب العرضيه ارضيه، حصار زملكاوي قوي جدا. فيريرا بقول لحضراتكم فارض سياج من حديد في وسط الملعب على اساس ان هو ما يديش اي فرص لمهاجمي النادي الاهلي. نقله والثانيه وليد سليمان صغيره مش منضبطه من حسام غالي، فاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي، تدخل قوي جدا جدا جدا. رايح الحكم الاسباني كارلوس كاربالو يقول ما فيش داعي للكلام ده، داخل بقوه حسام غالي، كهربا كمل بركبته، وقعوا الاثنين على الارض، هنشوف قرار الحكم ايه. لكن مباراه يا جماعه صعبه صعبه صعبه، ولا حد يقدر يقول ولا اجدع محلل يقدر قبل المباراه يقول مين هيكسب. الزمالك عنده لعيبه تصنع الفارق زي كهربا وباسم مرسي وعمر جابر، وايضا صلابه احمد توفيق مع علي جبر، ومهاره محمد ابراهيم اذا كان فايق. والاهلي هنقول حالا بعد ما نشوف الهجمه دي معروف يوسف يخرم، يتدخل وليد سليمان، تروح في الشمال لكهربا عايز يغمزها ويعدي، راح احمد فتحي يلعبها طويله على وسط الملعب مره تانية، مليك ايفونا في وسط ثلاثه. حصار صعب جدا، حصار صعب جدا، لازم زيزو يفكر بسرعه جدا في هذا الحصار. شريف اكرامي طويله وعاليه، حماده طلبه وتدخل في منتهى القوه ويقع كده على الارض. كهربا عايز يعدي بكوبري، لكن احمد فتحي ده يا كهربا، احمد فتحي مش كل فيشه هتمشي فيها يا كهربا. واقع على الارض حماده طلبه، الف سلامه يا حماده. ادي الكره اللي فاتت وادي طلبه وكان معاه حسام غالي، وقع على الارض صعبه جدا، لكن سلامه سلامه ان شاء الله. النادي الاهلي عنده لعيبه تصنع الفارق، عنده في وسط الملعب رمضان صبحي يصنع الفارق اذا كان فايق، حسام غالي شرحه، عبد الله سعيد بتسديداته البعيده، قدرات رامي ربيعه وحجازي في قلب الملعب، ثم مليك ايفونا بسرعته اذا كان فايق. هنا في قدرات وهنا في قدرات، يبقى قدرات المدربين على انه يخلي كل فريق من الفريقين يستغل اقصى قدر من طاقات لاعبين. شريف اكرامي طويله وعالي، مليك ايفونا ما ياخدهاش، حماده طلبه على طول على وسط الملعب، حسام عاشور دينامو وسط ملعب النادي الاهلي، حسام مره تانية تحرك له غالي، يرجع لورا غالي، نقلتين ثلاثه لاسدين قصر النيل حجازي وربيعه، استلام على الارض مره تانية وثالثه، ترجع لحجازي عايز يلعب واحده طويله يلعبها ارضيه جميله لوليد سليمان، ياخدها مره تانية وليد وبيقرب له عبد الله سعيد، وليد سليمان بخبرته يلم كورته، حسام عاشور نقله والثانيه حلوه قوي، شكل النقله حلوه، شكل النقله حلوه 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 ارضيه، لكن تدخل في توقيت روعه الروعه، روعه الروعه، عدى حلوه قوي قوي صبري رحيل من تمريره روعه الروعه، عايز يلعبها عرضيه اتاخر وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي. صبري بيقول ما فيش غير واحد بس، طب العب يا اخي الواحد، يمكن
على كل الاحوال تبقى رؤى كل لاعب. ضربه ركنيه عبد الله السعيد عاليه من القلب على طول، يطلعها علي جبر اطول من لازم، ورمي التماس لنادي الاهلي من ناحيه الشمال. صبري رحيل، عبد الله السعيد على وسط الملعب، رامي ربيعه، احمد فتحي بيدور ارضيه صغيره، وليد سليمان، احمد فتحي مره تانية بيقرب له حسام غالي، استلام استلام استلام. حسام بيحب يلعب الكره الصغيره دي وبعدين يفاجئ بواحده طويل. حسام بيدور عايز ينقل كتير. بص حضراتكم الصوره هي مفتوحه، هتلاقي كل لاعيبه الزمالك في نص ملعبها، منهم 7 أو 8 قدام منطقه الجزاء اهو. عشان كده الاختراق صعب جدا جدا جدا. يبقى مهارات وامكانيات وفكر عبد العزيز عبد الشافي، فكره في هذا التوقيت. نقلتين 3 للنادي الاهلي. حسام غالي بيدور يلعب عرضيه، النادي الاهلي عايز ياخد ثقه اكتر عشان كده بينقل كتير. حسام غالي حلوه قوي، خطيره قوي خطيره قوي خطيره قوي. يا راجل حرام عليك، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. نقله حلوه 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 من عبد الله سعيد، ولم بيمينه وما رحمش بشماله. مليك ايفونا لمها لمه حلوه قوي. بص اللمه حلوه، شمالك في البعيده يا ايفونا، يا حلوه حلوه حلوه. اول هجمه في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره للنادي الاهلي. واضح ان علي جبر مازال بيعاني من انكل رجله، وفعلا هيحصل تغيير يبدو مبكر للغايه. هنشوف. عشان كده خلاص خساره كبيره جدا. الانكل صعبه صعبه صعبه. نازل محمد كوفي. اذا محمد كوفي رقم 8 بدلا من علي جبر، وهو تغيير اضطراري. لا فريرة. الف سلامة عليك يا علي، الف سلامة عليك يا علي. لعيب راجل ولعيب كبير قوي 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 قوي. ما عندوش حظ في الكرة اللي طلع فيها عالي، وحتى الماتش اللي فات ما عندوش حظ في الكارت الاحمر اللي اخده امام النجم الساحلي. هنا ما عندوش حظ وهنا ما عندوش حظ، لكن الجايات كتير يا علي ان شاء الله. سلامتك الف سلام. حجازي على وسط الملعب، حسام عاشور. بصوا اللقطه يا جماعه، كل الزمالك فين؟ شايفين التيشيرت الابيض؟ مفيش الا باسم لوحده قدام. تعليمات صارمه من البرتغالي فيريرا، وعاده المديرين الفنيين البرتغال تحديدا بيميلوا للحكايه دي، ان هو يجمد وسط الملعب ويفاجئ. وادي احمد فتحي عرضيه معديه خطيره وهوب، يا نهار ابيض. ورمضان عايز يعدي ويسحبها، ما تتسحبش معاه، يضغط كوفي يا ولد العيب، تبقى رميه تماس. النادي الاهلي بدا في انتفاضه حمراء قويه جدا في ال5 دقائق الاخيره. من ناحيه شمال عايز يعدي صبري، وعدى وخطيره اطول من لازم. كوفي يتدخل على طول ويلعبها طويله. نادي الزمالك كله مرتد لتحت خالص خالص. حسام غالي بيحب قوي النقل الصغير حسام، وده فكر رائع جدا. لعيب كبير جدا انه يقول لك الم اللعيبه بتاعت الزمالك عليا في الصغير وبعدين اروح لواحد طويل. اهو بص حسام غالي كل نقله صغير، كل نقله صغير اهو حسام غالي، وبعدين يفاجئنا بواحده طويله. اهو بص الصغير يا ولد يا لعيب. فكر وليد سليمان وتسديده، لكن بره تبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. 21 دقيقة من زمن المباراة، وما زالت النتيجة تعادل بدون أهداف بين الزمالك والأهلي على استاد هو رقم 1 في العالم، استاد هزاع بن زايد. أحمد الشناوي وادي باسم مرسي وحيدا بين أسدين قصر النيل، حجازي وربيعة. والجماهير حاجة تفرح. بقول للداخلية وبقول للدنيا كلها، الجماهير الله يخليكم، حطوا الضوابط اللي انتوا عايزينها، لكن عايزين جمهور اعتبارا من يوم الثلاث الجاي. الله يخليكم. من ناحية اليمين نقلة أطول من لازم، رمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال، اتلعبت على طول. أحمد توفيق بيلعب باك رايت طويلة في مساحة بيحبها إيفونا، ومعاه دويدار. إيفونا ودويدار يلم كورته
يرجع لورا بيدور ينقل على وسط الملعب مرة تانية، لمسة لكن غصب عن حسام عاشور، الحكم يقول ما فيهاش حاجة، كانت مع محمد إبراهيم، لسه ما حطش بصمته ولا لمسته ولا همسته محمد إبراهيم. لاعب كبير حسام غالي، وهواية النقل الصغير على وسط الملعب، نقلة والتانية معدية ما تعديش، معروف يوسف أطول من لازم في اتجاه كهربا، تدخل أهلاوي، ضربة حرة لصالح النادي الأهلي. بصوا حسام غالي يا جماعة وروحه العالية حاجة جميلة، كابتن 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 بكل ما تحمل كلمة كابتن من معنى، حتى لو مش في دراعه الشعر. فاتح في اليمين أحمد فتحي، وهناك صمت زملكاوي في المدرجات، وزئير أهلاوي قوي جدا جدا. وزي ما بقول إذا اتغير الحال على أرض الملعب هيتغير الحال في المدرج. طويلة خطيرة 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 خطيرة، يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا عمر يا جابر، يا نهار أبيض. انطلاقة مدوية مدوية، جري بيها وحط الدنيا كلها وراه، وصبر صبر أيوب وصبر أيوب وصبر أيوب وحطها. لكن شريف إكرامي ده اللي بيلعب عليه فيريرا يا جماعة، يجمد يجمد وينطلق انطلاقة مدوية. ما عندكش حظ يا عمر يا جابر، حلوة حلوة حلوة، أخطر فرصة في المباراة حتى الآن عمر جابر، وانطلاقة روعة الروعة، وخروج ما فيش أجمل من كده لشريف إكرامي. معدي يا حاجاته معروف يوسف يعمل انه هيرفع ويزق الكوره ويعدي، وعدى فعلا، لكن بدل ما يرفع سدد، وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك ايضا من ناحيه اليمين. ضربه ركنيه بشماله، عرضيه عاليه خطيره من القلب، تدخل في منتهى القوه لحسام غالي في اتجاه مليك ايفونا، لكن يسيبها كده حماده طلبه ويرجع لاحمد الشناوي. الكره اللي فاتت دي هتصحصح جماهير الزمالك. اخطر فرصه في ال 24 دقيقه اللي فاتت مكانها كان الشبكه، ودي نقله خطيره خطيره من القلب على طول، تدخل لاحمد حجازي، برافو يا حجازي، على وسط الملعب مره تانية، ترتد المعروف اللي ساب الشمال وراح في اليمين، عرضيه ومرسي يا راجل، وخطيره وخطيره، وهوبا والهدف، هوبا والهدف. يا سلام عليك يا عمر يا جابر، حلوه 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 حلوه، الله عليك يا ابني، الله عليك يا عمر يا جابر، روعه 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 روعه. من ناحيه اليمين خطا قاتل لمدافعي النادي الاهلي، تروح لعمر جابر اللي لسه مضيع من دقيقتين واحده انفراد، حطها جميله 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 في البعيده على يمين شريف اكرامي، غلطه كبيره جدا، وتسديده روعه الروعه في البرج البعيد، في البرج البعيد، يا على الارتداد من رامي ربيعه، تتحط حلوه حلوه حلوه. ادي الكوره وادي الارتداد وادي عمر جابر لف وش رجله، ايه لفت جاتوه يا جماعه يا بتوع البلاتو، حلوه حلوه حلوه. الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 25، عمر جابر احد المتألقين الكبار في صفوف نادي الزمالك. المباراة هتتفتح، المباراة هتتفتح، النادي الاهلي هيفتح خطوط، والثعلب ده بيقول لهم ماليش دعوة اجيب جون ما اجيبش جون، انا زي ما انا راقد في وسط الملعب رقدة الكتاكيت لغاية لما يجيب بيض، الله اعلم. احمد الشناوي، احمد الشناوي، وتقدم ابيض في الدقيقة 25. احمد الشناوي طويلة وعالية ناحية اليمين، استلام كده، والهدف ده هيدي ثقة يا ولد يا لعيب. عمر جابر كده بكعبه اطول من لازم، مقطوعة في الشمال مرة تانية. بصوا بقى فيريرا وذكائه يا جماعة، مدرب بيفرق، مدرب بيفرق. لما لقى معروف يوسف سكته مقفولة في الشمال، ولقى عمر جابر سكته مقفولة الناحية التانية، عمل تغييرات تكتيكية على أرض الملعب، على أرض الملعب، ده الذكاء. ويفاجئ الخصم أيضا أو المنافس
ان انا مش هفضل العب برتابه طول المباراه. احمد فتحي استلام طويله، اي حاجه. دور الاعصاب هنا، دور الاعصاب والتماسك هنا بالنسبه للاهلي، ودور القدره على التماسك بالهدف المبكر الرائع ده بالنسبه للزمالك. كوفي على وسط الملعب، طارق حامد، حماده طلبه يفتح في الشمال لكهربا احد المبدعين، عايز يرقص على وسط الملعب 3-4 نقلات في منتهى الثقه، لكن النقله الخامسه غير منضبطه. رامي ربيعه، حسام عاشور يرجع لحجازي. غلطه واحده يا جماعه بهدف على طول. هذه المباريات لا تحتمل اخطاء على الاطلاق، وان كان خطا غير مقصود لان الكره ضربت في رجله وارتدت لعمر جابر اللي كان في المكان والزمان. دي كره القدم. احمد حجازي، لكن لسه بدري جدا جدا جدا، المباراه ما زال فيها الكثير والكثير. مرة تانية أحمد حجازي وباسم مرسي مجهود كبير جدا. رامي ربيعة طويلة وعالية، استلام بزقة كده لكن تروح للنادي الأهلي دفعة. ضربة حرة مباشرة على طارق حامد، أحد المجيدين والمتألقين في وسط ملعب نادي الزمالك، اللي قدر يحط اسمه في الملعب ويخلي إبراهيم صلاح بره الملعب. دي الكورة تدي للي يديها. إبراهيم صلاح كمان لعيب كبير جدا جدا. باسم بكعبه الكهرباء ما توصلش. فيريرا ما بيعجبوش الحاجات دي. زيزو يعني مش عايز أظلمه، لأنه في النهاية زي ما قلت في البداية أخدوه من الدار للنار، لكن هذه كانت ظروف النادي الأهلي في هذا التوقيت. أرضية وليد سليمان اللي بدأ يخش على وسط الملعب. حكم بيقول ما فيهاش حاجة، خلي بالك ده اسباني مش اي حاجة هيحسبها. باسم مرسي ورامي ربيعة، حط جسمه ورمي التماس لصالح النادي الاهلي من ناحية اليمين. رامي ربيعة مستعجل جدا، لازم يبقى فيه هنا تماسك شوية. المباراة ما زالت مبكرة للغاية جدا، وبالتالي الاستعجال غير مطلوب على الاطلاق. اي استعجال يفقد اللعيبة اتزانها. وليد سليمان، وليد سليمان، وليد سليمان، خطيرة خطيرة، لكن يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. حمادة طلبة اللي بيلوموه على طول وبيلوموا فيريرا على طول، بتلاقيه احيانا في التوقيتات الصح وصح الصح. ضربة ركنية للنادي الاهلي. وليد سليمان لسه ما دخلش في فورمته. عرضية ترجع لوليد مرة تانية. وسام غالي، احمد فتحي، وليد سليمان، أرضية بيحاول يشوف ثغرة خطيرة. هوبا يا شناوي، حلوة 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 حلوة، لفة جميلة 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 من ملك إيفونا بيمينه، روعة الروعة. والشناوي بمنتهى اللياقة والأناقة واللباقة والشياكة يطلعها بره وتبقى ضربة ركنية. الحكم هنا والمساعد بيرفع الراية. الشناوي الكرة اللي فاتت روعة روعة يا شناوي، وأيضا إيفونا حطها حلوة حلوة حلوة. لسه المباراة لم تبوح بكامل أسرارها، لم تبوح بكامل أسرارها، مليانة لسه، مليانة لسه. من ناحية اليمين تتلعب طويلة يردها حسام غالي على وسط الملعب. معروف يوسف، ارتقاء عالية، ارتداد مرة تانية، توصل لوليد سليمان اللي نسبيا هيبتدي يخش في المباراة. خلي بالك كارلوس كاربالو ده يا وليد يا سليمان ما بيشربش كل حاجة، ما بيشربش كل حاجة، وبالتالي لابد ان انت تلعب على الكرة باستمرار ولا تنتظر نجدة صفار. ضربة حرة مباشرة لصالح أحمد توفيق من ناحية اليمين لنادي الزمالك، والتقدم للأبيض بهدف للمتألق عمر جابر في الدقيقة 25 من زمن المباراة. وجمهور النادي الأهلي بيحاول إنه يشجع فرقته، وهذا هو السلوك الجميل. اوعى تنسى أبدا فرقتك فرقة عظيمة،
وادي مرور من ناحيه اليمين خطيره، عرضيه طويله اطول من اللازم، لكن تروح لكهربا. كهربا 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 كهربا، وايه، وضربة جزاء. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ضربة جزاء على احمد فتحي. ده اللي انا قلته امبارح في الاستوديو. قلت احمد فتحي عادة بيبقى عنده حالة عصبية، لو اترقص عدى منه كهربا ما سابوش، شده من السلك، وبالتالي ضربة جزاء صحيحة من وجهة نظري. ولو ان طبعا الشناوي العالمي هيقول لنا اكتر، واتحسبت ضربة جزاء خلاص. قرار اسباني على ملعب هزاع بن زايد لنادي الزمالك، وترقب وحزن مؤكد والدموع في العيون. لكن اوعى تزعل ابدا، هي كرة القدم، هي كرة القدم فيها كل شيء وفيها اي شيء. ضربة جزاء هيلعبها كهربا في النجم الساحلي، حطها في الوسط بالراحة. يا ترى هنا هيحطها ازاي؟ ترقب كهربا وشريف اكرامي. كهربا كهربا، هوبا هوبا، وحشة وحشة يا كهربا. ده اللي انا قلته، هيحطها ازاي؟ حطها ضعيفة جدا جدا جدا، وفي وسط الملعب. اللي شافك في النجم الساحلي يا كهربا هيكتشف بسهولة جدا ان انت هتحطها بنفس الاسلوب. علشان كده كان لازم حد غير كهربا هو اللي يشوط. الجون ده لو دخل كانت الليلة خلصت، او خلصت بنسبة كبيرة. لكن كهربا اعاد مرة تانية التيار الكهربائي، ولكن المرة دي للنادي الاهلي. صغيرة من ناحية الشمال، لما ممكن جدا ضربة الجزاء دي تصحصح الاهلاوية وتعطي بعض الاحباط النسبي للزملكاوية. هنشوف هنا حصل ايه. كارلوس كاربالو رايح بيتكلم مع رمضان صبحي ومحمد ابراهيم، ورمضان صبحي بيقول له مفيش داعي للحركات دي. ادي طارق فتحي، وادي تدخل طبيعي، تدخل راس في يا جماعه يا جماعه يا جماعه، بكلم الاتنين، بلاش الحركات دي، بلاش الحركات دي. الاسباني مش هياكل من الكلام ده على الاطلاق، لكن هيجي ويتكلم يقول لك ايه، خلي بالك الحركات دي بلاش منها، خلي بالك انت كمان ما تعملش الكلام ده، والا هيبقى عندي قرار صارم. لكن حكم لغايه دلوقتي يا جماعه 10/10، 10/10. رامي ربيعه، حسام عاشور، لغايه دلوقتي من وجهه نظري لسه الكابتن زيزو، لسه الكابتن زيزو ما اكتشفش مفاتيح نادي الزمالك. لغايه دلوقتي هو يشاهد مثلما نحن نشاهد، مش قادر يفتح ثغرات حقيقيه، كمان مش قادر يفك تكتل الزملكاويه في وسط الملعب، وكمان مش قادر يعمل حوائط ساده امام منطقه مرماه بشكل حقيقي وفعال. شناوي يشتكي من رجله، اتصور بيحاول يهدي اللعب، اتصور هذا، لكن مباراة مفتوحة وجميلة جدا جدا جدا. الاهلي حاول فيها في البدايات، وادي الكرة ضربت في رجله غصب عنه، الحقيقة غصب عنه، ضربت في رجله غصب عنه، اعتقد في رجل صبري رحيل، ما يقصدهاش ابدا، هي جت في رجله، جت في رجله، وبالتالي راحت سهلة جدا 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 لعمر جابر. ادي ضربة جزاء سهلة قوي 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 من كهربا. الشناوي توقعها ببراعة، شريف اكرامي توقعها ببراعة، وربما تكون نقطة تحول، او ربما تكون نقطة انطلاقة جديدة للزمالك. شريف اكرامي، والناحية التانية الشناوي بيتعالج. تصدي رائع جدا جدا في الكرة دي لشريف اكرامي، قبل منها تصدي روعة الروعة لأحمد الشناوي.
من تسديدة ايفونا. قام الشناوي بيقول هلعب مفيش حاجة، وهو بالفعل مفيهوش حاجة، لكن بتبقى يعني عايز يهدي اللعب، عايز يهمد شوية لعيبة النادي الأهلي. رؤى وأفكار. كهربا، طلبة، معروف، شايفه متألق معروف الحقيقة، يعني معروف قال له عيب اعمل معروف، كفاية بقى كفاية بقى. لكن النهاردة معروف متألق على عكس التوقع. عشان كده فيريرا ملقب بالذئب، عنده أفكار بتفاجئ جميع. الكل كان متصور النهارده ان ايمن حفني هو اللي هيلعب، فاجئنا بمعروف ومحمد ابراهيم. طويله وعاليه سهله في متناول شريف اكرام. فرق واحد للزمالك غير فرق 2 كتير جدا جدا جدا. فرق 2 يخلي المشوار طويل، فرق واحد يعني في ثانيه. حجازي، حسام عاشور ماشي، حسام بالعرض، دور على حسام غالي اللي لسه ما قدم لناش ابداعاته حتى الان. طويله اي حاجه تروح لكوفي، نقله صغيره لدويدار، ارضيه مقطوعه من دويدار، خطيره، عرضيه غير منضبطه يا ولد يا لعيب. دويدار من المكان الصح جدا جدا جدا. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، تتلعب سريعه لحسام عاشور، حسام غالي، ارضيه غير منضبطه لعبد الله السعيد، توصل لكهربا في اتجاه معروف يوسف، مقطوعه، مجهود كبير جدا بيتعمل. حسام غالي ياخد فاول على كهربا. حسام غالي مره تانية بيدور ارضيه، وليد يلعبها صغيره اطول من اللازم. يا ولد يا كوفي يا لعيب كوفي لعيب كبير يا جماعه. معروف طويله، احمد فتحي وكهربا، يتفوق المره دي احمد فتحي، لازم يقلل من عصبيته. ادي الكره اللي فاتت، تدخل في منتهى القوه من احمد فتحي، تتلعب على طول الكره في اليمين. رمضان صبحي جه الناحيه دي، ارضيه، حسام غالي يلعبها اي كلام. بقول لحضراتكم لسه حسام غالي غايب اديله فتره طويله، لكن كابتن زيزو فضل الدفع دي من البدايه لانه روحه عاليه جدا في الملعب، ولكن يبقى عنصر اللياقه البدنيه هيكون له دور على ارض الملعب. طارق حماده طلبه، في مساحات كبيره قوي بين خطوط النادي الاهلي وبعضيها. الزمالك متقارب في وسط الملعب، نقلتين صغيرين. مره تانية طارق حامد، نقله صغيره. معروف يوسف، 3-4 نقلات لنادي الزمالك. حماده طلبه، بصوا المساحات يا جماعه، مفيش رقابه او مفيش التصاق من جانب لعيبه الاهلي في الوسط مع لعيبه الزمالك، عشان كده الاستلام سهل في وسط الملعب للاعيبه الزمالك. ضربه حره مباشره تتلعب على طول من طارق حامد في اتجاه باسم مرسي اللي لسه ما ظهرش ايضا على ارض الملعب. رمي التماس، كله واقف ومترقب. دي 40 تفرق قوي، يطلع ما بين الشوطين كسبان واحد غير لما يطلع متعادل، سواء هنا او هنا. ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. كابتن زيزو هو بطبيعته هادئ. رامي ربيعة، طويلة، ايفونا على وسط الملعب اي حاجة. معروف يوسف حط جسمه، يلعبها طويلة مقطوعة ترجع له، تدخل اطول من اللازم. باسم مرسي عايز يلم وياخد فاول وضربة حرة مباشرة وانذار لحسام عاشور، وبيقول له مفيش كلام. انذار لحسام عاشور
دينجرس بلاي. هنا ليه؟ لانه شايفه. هو طبعا ما جاتش في وشه، جت في كوعه، لكن كوعه ولا وشه في الحالتين هو متعمد اللعبه دي. تبقى ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك في الدقيقه 42. هيلعبها المتألق طارق حامد، طويله في الشمال، كهربا واحمد فتحي سحبت معاه لبره، رمي التماس. هيتعب قوي احمد فتحي، واحمد فتحي لازم يتماسك عصبيا عشان يقدر يلعب معاه. انطلاقه من رمضان صبحي غير موفقه، مقطوعه على وسط الملعب مره ثانيه لنادي الزمالك. كهربا احتفاظ بالكوره مهم جدا، بمنتهى الروح الجميله. كهربا طلع الكوره عشان حسام عاشور، هيقوم مفيش حاجه ان شاء الله. روح رياضيه جميله جدا على ارض الملعب، نتمنى ان تسود ايضا بين الجماهير اللي بتسمعنا من هنا وهناك. تشجيع الحلو مفيش اجمل منه. شجع فرقتك زي ما انت عايز وانبسط زي ما انت عايز، لكن في النهايه نحترم كلنا بعضنا برقي وتحضر، برقي وتحضر. انفعالات جماهيريه في المدرجات وضع طبيعي جدا جدا جدا. هنا زعلان والناحيه التانيه فرحان، والله اعلم بعد شويه المشاعر هتبقى ايه. هي كره القدم عنوانها الرئيسي انها ملكه التقلبات. سلام على المنظر وجماله، يا سلام على المنظر وجماله. علم مصر، مصر الأبية، مصر العظيمة، مصر الحرة، مصر بإذن الله اللي في طريقها لكل تقدم وازدهار إن شاء الله. طارق حامد يغير ملعب في الشمال للمزعج كهربا، يرجع في اتجاه حمادة طلبة لطارق حامد دينامو نادي الزمالك. امتلاك الكرة 40% زمالك 60% أهلي، ولا تلزمني. اللي يلزمني مين الكسبان. مرة تانية كهربا وفتحي، منظر سيتكرر كثيرا. حسام عاشور برضو عنده زكة كده مهم جدا. حسام عاشور، حمادة طلبة رمي التماس من ناحية الشمال. حمادة طلبة طويلة. محمد إبراهيم اللي اختفى عن المشهد اديله شوية حلوين، اطول من اللازم. يا ولد يا دويدار يا لعيب، مكسب كبير جدا دويدار في منطقة دفاع نادي الزمالك، لانه لاعب كورة بيعرف يمسك الكورة تحت رجله ويلعب، وده مهم قوي. ضربة حرة مباشرة على صبري رحيل. محمد إبراهيم من ناحية اليمين، ادي الانطلاقة وتدخل قوي جدا من صبري رحيل. تبقى ضربة حرة من ناحية الشمال وفرحة زملكاوية. اضحك وافرح زي ما انت عايز. طارق حامد طويلة وعالية. فتحي وكهربا، فتحي وكهربا، ياخدها فتحي على وسط الملعب. رمضان صبحي اي كلام. شايف انا محمد نجيب بيسخن، وخلي بالك ان صالح جمعة كابتن عبد العزيز طلعوا خالص بره السكور، ما اعرفش ليه. نادي الزمالك ماسك كوره في وسط الملعب. طارق حامد يلعبها ببط رجله جميله جميله، لمسه ما تتلمس، تروح للنادي الاهلي اللي اديله 7-8 دقايق مش قادر يهجم هجمه واحده على مرمى نادي الزمالك. حجازي، حسام عاشور، حسام غالي، يرجع الحجازي مرة تانية، طويلة حلوة قوي في الشمال. صبري، وليد سليمان كمان مختفي جدا جدا جدا، لكن ادي واحدة اطول من لازم تطلع وتبقى ضربة ركنية لنادي الاهلي من ناحية الشمال. عندنا 3 دقايق وقت بدل ضايع، احنا في الدقيقة الثانية. ضربة ركنية من ناحية الشمال، طويلة وعالية وخطيرة. يا ولد الشناوي بالبوكس، عالية مرة تانية وارتقاء. وليد سليمان أي حاجة
سهلة جدا في متناول أحمد الشناوي. الشناوي طويلة وعالية، رمي التماس النادي الأهلي من ناحية الشمال. أتصور هي آخر فرصة للنادي الأهلي في الشوط الأول. صبري رحيل، سام عاشور، رامي ربيعة. لازم تلعب واحدة طويلة ان الوقت خلاص. ماشي ماشي ماشي، أرضية مليك إيفونا، ينقلها نقلة كويسة لعبد الله السعيد، ما يتصرفش فيها، تروح لحمادة طلبة يحطها في المدرجات، ورمي التماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين. فيريرا بيقول لهم خلاص الوقت خلص الشوط الأول. حسام غالي هيعلق 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 هيعلق، أرضية وعايز يسدد، مفيش وقت للكلام ده. طويلة مرة تانية في اليمين، أطول من لازم، يتدخل ويدي إيه؟ ضربة جزاء. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، بقول لحضراتكم آخر فرصة، آخر فرصة في الشوط الأول. الكرة قلابة، الكرة قلابة وغدارة، ولا تضمن حاجة على الإطلاق. رمضان صبحي دخل لجوه، خلي بالك خلي بالك، وادي واحدة كده من حاجات حمادة طلبة، يقع على الأرض رمضان. يا راجل يا راجل يا حمادة يا طلبة، ولا كان ليها لازمة على الإطلاق. وضربة جزاء للنادي الأهلي ربما تعيدنا إلى نقطة الصفر. يا نهار يا نهار أبيض على الكورة. الكورة عبد الله السعيد عمال يطلع من بقه وياخد من مناخيره، عايز يخلص من الكورة. الشناوي وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيقرا عدية ياسين، عايز يخش ويحط ويخلص. عبد الله السعيد وهوبا، يا عيني عليك يا عيني عليك يا جميل، يا عيني عليك يا جميل المحية. حلوة 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 حلوة، أعصاب من حديد حطها وقال له لا مؤاخذة يا شناوي، مش هتطلع كسبان الشوط الأول أبدا. وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 باللعبة الحلوة دي على الأرض الجميلة دي في دولة الإمارات العظيمة دي. 1-1 1-1. افرح مرة تانية يا أهلي. وعندنا 45 دقيقة بين الأبيض والأحمر. محتار والله محتار والله. خش في حضن، خش في حضن مراتك يا حبيبي، خش في حضن مراتك. 1-1 وينتهي الشوط الأول بالتعادل. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة 10 TV في كل مكان، استراحة قصيرة ولنا عودة بمشيئة الرحمن. مع تحياتي مدحت شلبي.